بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل كيكة من غير مقادير للمبتدئين، حاجة في منتهى السهولة. ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. عندنا هنا في الكبة ده قشر برتقانية، حطيته في الكبة وفرمته جامد قطع صغيرة. تمام. ومعانا هنا برتقانية هنعصرها ناخد المية اللي فيها. الكيكة دي هنعملها من غير مقادير للناس اللي مش بتعرف تعمل كيكة او مش بتظبط معاها. هنحط كل المكونات السائلة على بعضيها، وبعد كده هنضيف الدقيق شوية بشوية ونعمل احلى كيكة. هنحط البرتقانية اللي احنا عصرناها، كيس بيكنج باودر، كوباية سكر، والسكر برضو على حسب ما انتي بتحبي، ومعانا بيضتين هنحطهم، ومعانا زيت، ومعانا لبن. هنحط طبعا نقطة ملح صغيرة خالص على طرف المعلقة، ومعلقة خل. الخل ده معانا مهم علشان ايه؟ يساعد في ارتفاع الكيكة. انا كنت مسيحة حوالي ربع كوباية سمنة كده عشان تديها طعم حلو في الصينية اللي انا هخبز فيها الكيكة. هحطها برضو معاها. ومعانا هنا فانيليا، احط شوية فانيليا صغيرة، ومش عايزة تحطي فانيليا بلاش، انا عندي اصلا كده كده برتقال. ومعانا زيت، حط شوية زيت حوالي برضو نص كوباية، واللبن برضو حوالي كوباية. يعني اعملي المقدار اللي عندك، اي مكونات عندك حطيها واحنا هنظبطها واحنا بنحط الدقيق. هنضربها مع بعض سواء في الخلاط او في الكبة، بس انا كان عندي الكبة طلعتها لاني هعمل فيها قشر البرتقال. دي كيكة برتقال طعمها حلو جدا. الناس لسه اللي بتقولي ان الكيكة مش بتظبط معاها، انا بعملها كده على طول من غير مقادير. الحاجات اللي عندي احطها على بعضها وبعدين بظبطها بالدقيق. كل المكونات السايلة اهي حطيناها في حاجة، وهنضربها مع بعض الدقيق شوية بشوية. احط الدقيق ونضربه مع المكونات السايلة دي. هنحتاج دقيق، هنحط. لقيناها بقت جامدة نحط شوية لبن نفكها. في ايدينا كل حاجة بسيطة، يعني ما تشيليش هم الكيكة دي. بقى انا عملتها كده بالليل يشربوا بيها شاي، وبرضو يفطروا منها الصبح. لقيتها جمدت شوية، احط لها شوية لبن. لقيت لو لقيتيها لسه طرية محتاجة دقيق، حط شوية دقيق. في ايدك ان انت تظبطي المقدار. مفيش بقى اسهل من كده. وعندي الفرن انا كنت مولعاه. اول ما حطيت المكونات على الرخامة علشان اعملها رحت مولعة الفرن. الصينية دي اللي انا كنت مسيحة فيها السمنة، حطيت طبعا فيها شوية سمنة، او حطي فيها سمنة او زيت علشان ما يلزقش منك الكيكة في الارضية. بقى كل اللي في الحلة ما تسيبوش، والباقي انا باكله طري. اخبطيها بقى كده خبطتين 3 على الرخامة عشان تبقى مستوية ومظبوطة. والفرن عندنا كان سخن. هنهدي بقى النار. انا كنت سايبة النار عالية علشان الفرن يسخن. هدي النار، سبتها حوالي 3/4 ساعة كده على نار هادية، وخرجناها تمام من الفرن اهي. بس خدي بالك انا طلعتها من الفرن وفتحتها لك علشان اوريها لك. انتي اول ما تطفي عليها النور سيبيها النار سيبيها حوالي 10 دقايق في الفرن، ما تطلعهاش عشان ما تهبطش. طبعا عندي هبطت هنا لان انا طلعتها وهي سخنه عشان اوريها لك. انتي تسيبيها في الفرن ما تطلعهاش خالص، سيبيها 10 دقايق ربع ساعه لغايه ما تاخد حراره الفرن وتهدى، مش هتهبط معاكي. بس هي برضو كانت حلوه، بس سخنه جدا. الكيكه ما بتتقطعش وهي سخنه. انا طبعا عشان اوريها لكم. شايفين هي لسه بتطلع دخان، يا دوب انا طلعتها من الفرن، وما شاء الله نافشه وجميله. ده للناس اللي هي ما بتعرفش تظبط الكيكه. اسهل طريقه تظبطي بالدقيق وتظبطي بالمواد السائله عندك، الاتنين تظبطي بيهم. وما شاء الله من تحت كان لونها حلو جدا زي ما انتم شايفين كده، وهشه. وتسيبيها بقى في الفرن كمان مش هتهبط منك. سلام.